لو الفلوس مش مشكله هم. خلاص انت مش محتاج، يعني مش محتاج فلوس تاني. هم. تصحى الصبح تعمل ايه؟ ازيكم؟ انا اسمي روبير. من 10 سنين قريت جملة بتقول لو بتشتغل حاجة بتحبها انت مش هتشتغل يوم في حياتك تاني. في البرنامج ده انا بستضيف ناس بيحبوا شغلهم بجد وبتكلم معاهم عشان اعرف ازاي يخلوا اكل العيش ما يبقاش مر. عامل ايه؟ انا كله تمام، اخبارك ايه؟ كله حلو. احنا بقالنا كتير قوي عايزين نعمل الحوار ده بس مش عارفين نظبطه خالص. بس ده وقت مناسب. انا شايف كده هو الوقت اللي هنعمله فيه هو المناسب. عندي كام سؤال ليك. ماشي. اول حاجه انت على انستجرام، انا هتكلم عن انستجرام بس. مره واحده لقيت الفولورز عندك عشان اعمل لك فولو طبعا من زمان. فلقيت الفولورز عندك بوم. اوكي. هل ده نجاح ليله؟ يعني في يوم وليله كده صحيت نجاح. عايز اعرف بقى ايه يعني ايه شعورك. بص انا هقول لك حاجه، قول لي. انا مش مقتنع قوي بان انستجرام بس هو اللي بيشوف انت ناجح قد ايه. يعني ما مش صح تقيس نجاح حد بانستجرام، هو مش ده صح. مش ده مقياس نجاح، صح. ولكن مقياس ان انت وصلت لعدد معين من الناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله وصلت لعدد من الناس دي مش على انستجرام، وصلت لهم ان هم يشوفوني في المسلسل. مسلسل وبيننا ميعاد ده كان بالنسبه لي خطوه كبيره جدا. دي كانت اكبر خطوه في الحاجات اللي انا اشتغلتها. انا ما اشتغلتش حاجات كتير قوي، بس انا اشتغلت على نفسي من زمان. اوكي. بس في ناس اول مره تشوفك كانت في المسلسل صح ده. صح بالظبط. علشان الريتش بتاعه كان عالي، وصل ناس كتير قوي. الحمد لله الحمد لله ناس كتير جدا حبيته، وكان بيتعرض على DMC، قناه مفتوحه. كله عنده الاكسس عليها، والمسلسل كان حلو الحمد لله. خلي بالك انا بحس ان هي بتبقى كومبينيشن كده كام حاجه. صح ان المسلسل حلو، الكاست حلو، القصه لذيذه، صح. هي الوقت عناصر بتاع كده العرض كتير. بتاعه أيوة مهم قوي. فرق قوي، فاهم؟ عناصر كتيره مع بعض توفرت كلها فخلت ده يحصل. أوكي. يعني ممكن حد تاني كان يجيله الفرصه زي دي، الفولورز مثلا ما عيلوش قوي، بس مثلا فرصته كانت احلى مثلا. بس هي ظروف الفرصه دي كانت كده. طيب انت بتقولي انا عملت كام حاجه قبل كده. ايه اللي دخلك الاندستري ده اصلا؟ ايه اللي دخلك التمثيل والسحله دي يعني؟ بص انا من زمان قوي كنت بحب جدا اروح مع بابايا التصوير. اوكي. قوي. اوكي. فانا اول لوكيشن فاكره كان فيلم كباريه، كان ساعتها عندي 12 سنه. انا فاكر ساعتها كمان كنت حضرت مش بس يوم عادي، كان يوم وفي اخره كان يوم فيه التفجير بتاع الكباريه في الاخر. طبعا كان بالنسبه لي سحر، كنتش مصدق نفسي. بعد كده بقى مفيش فيلم عدى كان بيعمله غير لما اروح. في فيلم واحد بس ما روحتش فيه، كان فيلم الفرح، كان عندي ساعتها امتحانات بس. غير كده بقى كنت بحب قوي قوي اروح احضر في اللوكيشن. اوكي. كان بالنسبه لي سحر ان ده بيتصور على مثلا 4 أسابيع، وكل جمله لوحدها ومشهد لوحده بيتجمع على بعضه، بيوصل لك انت احساس. تحب، تكره، تنبسط، تضحك، يعني احساس. فكان بالنسبه لي الموضوع وفيلم رهيب. بيقعد طول الحياه. فيلم على طول انت هتسيرش دلوقتي هتعرف توصل في كذا منصه، تقدر لو انت مشترك عليها توصل تكتب الاسم الفيلم ده هتشوفه. فانت حبيت ده وذاكرته. اوكي. درست في امريكا، درست اخراج وتمثيل، واخرجت افلام قصيره، بس ما موضوع الاخراج ما مشيش معايا قوي. ما حبيتوش؟ لا انا حبيته قوي، بس غالبا ما كنتش شاطر فيه قد ما انا كنت شاطر في التمثيل، او ميولي كانت اكتر ناحيه التمثيل، كنت حابه اكتر. اوكي. بس الاخراج بحبه جدا برضه طبعا. وانا بحس دايما ان الممثل اللي اتسحل في الاخراج ايوه بيبص على المواضيع من اصل الاتنين بيخدموا من بعض حته تانية. انا برضه عشان درست اخراج فبقيت فاهم شويه. لما مخرج يجي يقول لي مثلا بيديني مثلا توجيهات معينه بقيت فاهم. ما توقفش كده علشان ظهرك مش عارف. لا مش بس واقفه وميزانسان وتتحرك كده وكده، لا خالص. توجيهات مثلا في الاداء، لا هنا محتاج يبقى اهدى مثلا علشان هو بعد كده لما نشوفه نفعل نفهم ان هو حاجات كده. ايوه. فعشان انا درست اخراج فبقيت فاهم شويه ان انت تشوف الموضوع من بره
حاجه كامله من بره هتبقى عامله ازاي. انت هتعمل مشهد صغير، بس لما يتركب حاجه قبليه وحاجه بعديه هيبقى مؤثر. اوكي بس فده اللي ساعدني في الاخراج. عايز اقول لك على حاجه، عشان وانت بتتكلم افتكرت حاجه. ليه دايما الممثل اللي بيعمل فيلم وبيخرجه ما بيطلعش حلو؟ مش شرط. يعني انت ممكن مثلا بعد 30 سنه لما تعمل... لا ما اعتقدش هخرج ممثل. اوكي. ومش حاسس ان انا هخرج اصلا. ما حدش عارف حاجه. صح. ما حدش عارف حاجه. صح. عادي. ممكن بلاش اقول عشان ما اقفلش الباب. بالظبط. صح. يعني عادي قوي وفن برضو. خلي بالك اصل انت في نفس الاندستري، مش بتخرج بره يعني. بس انا بحب التمثيل قوي، انك تحس احساس معين وتوصله بطريقه معينه في موقف معين. انت مبدئيا انت كممثل انت محظوظ ان انت هتعيش حاجه تانية. تخيل مثلا انا بعمل مثلا دور حرامي. انا مش حرامي، بس انا كنت مبسوط قوي وانا عامل حرامي. ليه؟ علشان ده احساس حسيته انا مش هبقى في الحقيقه يعني. فانت هتحس احساس مختلف، هتعيش حياه وحتى لو لدقيقتين. طب ايه ادوار ممكن تقول لا؟ يعني دور اللي هو ترفضه يعني. لا مفيش دور في دماغي ممكن ارفضه خالص. مفيش؟ لا مش حاسس اي حاجه. طول ما هي حاجه يعني هتوصل منها حاجه، او انت هتعرف تعمل منه. ما تخافش مثلا تعمل دور شرير قوي الناس توصل الاحساس بتاع الشر ده الناس تكرهك؟ لا على فكره ممتع جدا ان انت توصل لحد احساس مهما كان الاحساس اكستريم يمين او شمال ينبسط قوي. انا هنبسط ان انا عرفت ابسطك قوي. كرهتني جدا، طب ما انا هنبسط ما انا عرفت اوصل لك احساس معين. ايوه. فلا ما خافش اعمل خالص دور شرير يعني. طب ده تحفه ده. حلو قوي. عامه نفسي اجربه دور شرير. لا انا نفسي اعمل دور مجنون. ده حلو. مجنون اللي هو سايكو، اللي هو انت مش عارف هو هيعمل فيك ايه. تاخد بقى الجزء الانساني منه، هو ليه سايكو. يا سلام. ده ممتع اكتر. ايوه. عايز تريكومند يعني تقول لي كده فيلم اتفرج عليه كواحد صاحبك. اتفرج على الفيلم ده. في فيلم عمر ما حد اتضايق لما قلت له اتفرج عليه. ايه بقى؟ فيلم اميلي، فيلم فرنش. اوكي. 2002 او 2001. هتطلع منه مبسوط انبساط فظيع. فيلم حلو قوي. ماشي. وقول لي اغنيه. فيش اغنيه على بالي قوي. اغنيه كده بتحب تسمعها لو انت. ماي بيبي ومارك انتوني وفيروز. عامه بتحب تسمع فيروز؟ نسم علينا الهوى. حلو. طب كتاب. ذا كايت رانر. ده قريته امتى ده؟ من زمان قوي. يا سلام قوي. ده ايه نوفل يعني ولا؟ نوفل. اوكي. من الحاجات اللي قريته من زمان جدا، بس حبيته قوي. عايز العب معاك لعبه. ماشي. حاجه كده جديده بحاول اجربها يعني في البودكاست دي. يلا نلعب. اوكي. بص يا سيدي. دلوقتي قبل ما نخش في اللعبه، ايه شروه اشتريتها في الشهر اللي فات ده مثلا بتحبها قوي وانبسطت ان انت اشتريتها؟ اشتريت ليجو عربيه. اوكي. زي بازل كده تقعد تركب حتت في بعض. هي ليجو بتاعت الاطفال. اوكي. بس انا جايب بقى بتاعت الكبار. هي بتاعت الاطفال بس ولا في بتاعت الكبار؟ لا 1400 بيس. اللي هي البازل بقى وتقعد تعملها بالظبط يعني مش اي هبل وخلاص. 30 سم كده او 35 سم وكبيره. أوكي. 1400 قطعه تقعد تجمعهم مع بعض. وجمعتهم بقى ولا لسه شغال فيهم؟ ماشي. بس مسليه طبعا. مسليه جدا وبتخليك تفكر. ولما بيجي لي اصحابي بقى بيقعدوا يساعدوني فيها فبتبقى لذيذه. نعمل حاجه جديده مختلفه يعني. بدل بلاي ستيشن يعني. صح. اللعبه بقى. كل سنه انا شخصيا بعمل حاجه كده. بعمل جولز للسنه ماشي. اللي جايه. ماشي. بقسم الحياه كده لكذا حاجه. واشوف انا عملت ايه السنه اللي فاتت واشوف انا عايز اعمل ايه السنه الجايه.
حلوه دي. انا واقف فين، يعني انا عملت ايه وانا واقف فين ورايح فين. تمام. في حاجات بتقلش مني طبعا، في حاجات لا بنجز فيها وبعمل فيها حلو قوي طبعا، سنه عن سنه بتفرق وانت فاهم يعني. اوكي بس ان هي موجوده. أهم احنا حاجة. هنحط الجول يعني. احنا هنحط هحط النيه، هدف عايز اوصل. هنحط النيه. ماشي. واي حاجه عايز تقول لي سكيب عادي ماشي. هم. حلو قوي. في الفاميلي اند فريندز، الاصحاب والعيله، عايز تعمل ايه؟ طبعا احنا السنه بتخلص خلاص. هم. اوكي، ففي الخمس شهور الجايين دول بالنسبه للعيله والاصحاب انا احب افضل ادي وقت يخلينا نفضل قريبين من بعض. طب وانت بقى من الناس اللي هم يتصلوا بحد يسالوا عليه وكده ولا؟ اه بجد؟ اه طيب. بحب قوي في السكه اكلم حد من اصحابي اتكلم معاه، وانا كمان. ايه عامل ايه الاخبار، خلاص طمني يبقى عليك. كلمني عادي. ماشي. انا على فكره كلمتك من قريب. بجد؟ احنا اتكلمنا. صح أيوة. صح صح صح. ايوه 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 بجد افتكرت. طيب حلو قوي. لو الفلوس مش مشكله هم. خلاص، انت مش محتاج، يعني مش محتاج فلوس تاني، هم. تصحى الصبح تعمل ايه؟ وما تقوليش بقى هسافر وبتاع، خلصت لا، السفر لا. وخلصت الانبساط وخلصت كل حاجه. همثل برضه. هتمثل؟ اه اوكي، ده الميشن والبيربز بتاعك يعني. حلو قوي. بس ما هو التمثيل ده في اخره ميشن تانية بس كبيره هقعد اشتغل لها بقى طول العمر. لا يعني اشرح انا لي، مش اوكي فاهم. انا عندي ميشن، مم. هدف من الحياه هو نفس الهدف من التمثيل تقريبا، ان انا اوصل للناس الاحاسيس الكويسه الحلوه الايجابيه. اوكي. ده انا بحبه جدا، فهصحى الصبح اشتغل عليه عادي. حاجه بسيطه قوي انك تصحى تصبح على حد واقف في عز الحر لوحده، صباح الخير عامل ايه، مم. هينبسط جدا. ده حقيقي. اي حد في الشارع صباح الخير ايه اخبارك، لما حد يحس ان انت بتسأل عليه او اهلا ازيك، حد بيعبره، فاهمني، احساس حلو. انت قلت لي الناس في الشارع وكده. لما بقيت امشي معاك في الشارع دلوقتي بقى الناس تيجي تتصور معاك على طول. مش كتير يعني. يعني انت متواضع. ده بتنبسط من حاجه زي كده ولا؟ دي حاجة ضخمة جدا. يعني انت عارف يعني ايه حد يوقفك في الشارع ويطلب ان هو يتصور معاك صورة يحتفظ بيها؟ ده غير انها حاجة يعني جبارة بالنسبة لي، يعني مسؤولية اكبر. يعني انت الشخص ده هيحتفظ بالصورة دي او يبوستت مثلا على سوشيال ميديا عنده فيسبوك ولا انستجرام، فده هو مبسوط ان هو اتصور معاك. دي مسؤولية كبيرة قوي. اوكي. ودي حاجة يعني دي حاجة احساس جبار. ايوه ان انت فاهم. عملت حاجة في حياتك لدرجة ان حد عايز يتصور معاك. ايوه هي الموضوع مش بسيط، هو ممكن يعدي انه بسيط بس هو حاجة كبيرة. اوكي. حلوه الطريقه اللي انت بتبص بيها الموضوع. طيب نرجع للعبه بتاعتنا تاني. يلا. بيرسونال ديفلوبمنت، ايه حاجه يعني انا مثلا كاتب اقرا مش عارف 12 كتاب في السنه، هعمل كورسات ايه، هعمل هتعلم ايه جديد. انا احب قوي اشتغل يعني بحب افضل اشتغل على نفسي في حتة ان انا يفضل احساسي شغال، فبحب اتفرج على افلام تأثر فيا. اوكي، يعني جداً. انت برضو الحته دي عايز تكبر الشغل او عايز تكبر التمثيل بطريقة مش مباشرة، مم. بطريقة غير مباشرة، ان هي بس في الاخر بتخدم الشغل في الاخر. مع بالظبط. يعني ما عندكش مثلا انا بحب هوايه تانية فعايز اعملها. نفسي اشد شوية في الرياضة. دي جايه خلاص هيلث نرجع اند فيتنس. خلاص الرياضه خلينا في اللي في قبل خلاص كده. لا خلينا في اللي جايه بقى. يبقى health ممكن and ندخل fitness. الاتنين في بعض. لو عايز تعمل كده ماشي. قول لي نفسي هتعمل ايه في الهيلث اند فيتنس بقى. هيلث اند فيتنس، نفسي افضل محافظ على الفيتنس بتاعتي. ان انا يعني انا مش عايز ابني عضل، مش عايز ابقى ضخم ولا اي حاجه كده خالص. عايز افضل محافظ على ايه، ان انا جسمي كويس، وافضل محافظ ان حركتي تبقى شغاله. بتاكل صحي ولا؟ معظم الوقت بجد؟ اه تشرب سجاير؟ لا. قول لي لا خالص. طب خلاص ماشي. حلو قوي. ريليشن شيب، علاقتك مع يعني مع مراتك او خطيبتك، فاهم؟ مش مع علاقاتك. انا الحته مع دي أصحابك. بالنسبه لي يعني خاصه جدا. اوكي. بحب افضل مقفل عليها. حلو قوي. ايه الجول بتاعك في الكارير؟ في التمثيل. ما هو في التمثيل انا الجول بتاعي بقى مش في ال5 شهور الجايه ولا في ال10 سنين الجايه. الجول بتاعي لحد ما اخلص الشغلانه دي خالص، مش هعرف اشتغل فيها تاني.
هو ان انا افضل محترم المسؤولية ان الناس بتدي ساعتين او ساعة من وقتها في اليوم علشان عايز يتفرج على حاجة. انا لازم ابقى قد المسؤولية دي، قد مسؤولية هو هيتفرج عليا في ايه. افضل ينبسط في الاخر ما هو مش شرط او يتضايق او يعني هوصل له حاجة. صح فلازم افضل قد مسؤولية ان انا اوصل له حاجة تفيد، حتى لو الافادة دي فيلم كوميدي هيطلع منه بيضحك، دي في حد ذاتها طاقة ايجابية هينبسط الناس مش بيها. بتفهم بقى ان دي افاده جامده قوي. يعني انا دلوقتي يوم شغل صعب جدا راجع بتفرج على فيلم حلو كده ايوه انبسط. احنا المجتمع انا بيكمل بعضه. الدكتور مثلا اللي بيعمل كذا عملية قلب في اليوم ده، انا ما اعرفش ممكن يعمل كذا عملية ولا اللي بيعمل عملية قلب في اليوم ده حاجة موترة جدا. طب ما ده هيرجع مش عايز يتفرج على رسالة وحاجة ضخمة وفيلم، عايز يتفرج على حاجة يضحك. طب ما احنا كممثلين احنا المفروض نقدم حاجة تضحكه بطريقة محترمة ولطيفة وينبسط بيها. صح انا معاك في دي. فن حلوه دي سهله. فن هتعمل ايه في الفن في لا ما توصاش، انا بنبسط جدا. مش محتاجة دي. في سفريات في مخك مثلا؟ سفريات بحب اسافر حتى لو جوه مصر، بسافر كتير. اوكي. برضو بحب قوي اخد وقتي لوحدي في البيت بس ان انا اقعد ما اعملش حاجه ده مهم قوي. ما بعرفش عارف على طول ترجع من السفر تبقى تعبان انك نازل شغل تاني يوم في بقى يوم واقع لازم. ده مهم قوي. أيوة. الاجازه من الاجازه ده. ايوه انا ده مهم. انت عارف انا ما بعرفش اقعد ما اعملش حاجه. لا ده ممتع قوي الموضوع. لازم امرن نفسي ان انا اقعد ما اعملش حاجه. لا ده فيها متعه جباره. وتجيب ساعتها فيلم القناه مرشحه لك، ما تختارش انت فيلم اللي هو اللي القناه هتجيب وانا هتفرج عليه. مش عايز اختار، مش عايز تعمل حاجه. انا مش هعمل حاجه، ده تحفه. هشرب ميه واقعد اتفرج على. حلو قوي. ايه هوبيز بقى بتحب تعملها؟ بلعب بلاي ستيشن وبحاول اقلله. طب هنخش في حاجه تانية. بحب العب بادل تنس. اوكي جدا. اوكي. بحب اصور فوتوغرافيا قوي. ازاي ما اتكلمتش على الحوار ده؟ بحب اصور فوتوغرافيا جدا، وعندي كاميرا 35 مللي وعندي كاميرا تحفة. يعني عندي كذا حاجه من الحاجات. طب انت وريتني صور قبل كده. انا زمان كنت بحمض بقى الافلام اللي بصورها كمان. انا بصور مش بتوديها تتحمض. لا كنت بصور ده فن تاني خالص خلي بالك. طب فين الصور دي لو عايز الناس تتفرج عليها؟ ممكن ابعت لك كذا حاجه منها. خلاص بس لا مش بحطها في حته يعني بابليكلي حد يتفرج عليها. طب ليه؟ بس انا بحب التصوير عامه. ليه ده انت بجد كنت صورت كام صوره انا اللي فاكره. أيوه. يعني اللي هو بتاع وسط البلد دي. صح تحفه. كنت بحب انزل اصور في وسط البلد فعلا. صوره يعني لسه شايفها قدامي. أيوه. بامانه صوره واحده منهم هبعتها لك تاني. ايوه ابعت لي كذا صوره كده نحطهم. اوكي. عايز تقول اي حاجه تاني؟ انبسطت. انا كمان انبسطت قوي الصراحه. كان لذيذ بجد. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان ايه؟ لازم يعملوا سبسكرايب عامه. هم هينبسطوا يعملوا سبسكرايب.